طيب ايه موضوع الافعال الناقصه دي؟ سيبك من موضوع الاسم، سيبك من كلمه مودال فيربن دي خالص، افهم القاعده بتتكلم على ايه. فكره القاعده دي ان قالك ان في افعال بتكون موجوده عندي في الجمله، الفعل ده ما ينفعش ان هو يجي لوحده. خلاص، فمثلا ممكن اقول لك ايش مشت انا اريد، ممكن اقول لك ايش ماج انا ارغب او افضل، خلاص، او احب. خلاص، فانت كده ما فهمتش انا قصدي ايه. خلاص كده، فقال لك عشان احنا بقى نفهم قصدك لازم ان انت تجيب لي فعل تاني في الجمله يوضح لي ايه، يوضح لي معنى الجمله دي. خلاص كده. طيب انت الافعال دي او القاعده دي اسمها المودال فيربن، والاسم القاعده ده ما تشغلش دماغك بيه، هو انت مش هتحتاجه في اي حاجه. خلاص كده. طبعا المطلوب عندنا في المحاضره ده الفعل كنن. خلاص، الفعل كنن. تمام كده. طب الفعل ده بقى انا لو جيت قلت لوحده كده، لا انا جيت مثلا قلت لك ايش كان، ايش كان، انت كده ما فهمتش مني حاجه. لو جيت قلت لك انت تستطيع، انت كده برضو ما فهمتش مني حاجه. جيت قلت لك هم يستطيعون، خلاص، انت برضو ما فهمتش مني اي حاجه. خلاص كده. فقال لك بص يا عم، انت عشان بقى احنا نفهم قصدك ايه لازم تروح تجيب فعل تاني معاه في الجمله عشان ايه، يفهمنا انت اصلا بتتكلم عن ايه. تمام يا شباب؟ طيب هنا انا جيت قلت لك مثلا ايش كان، ايش كان، بس كده وقفت ما فهمتش مني حاجه. لكن انا لو جيت قلت لك ايش كان فوسبال شبيلن، فانت كده فهمت مني ان انا بقول لك انا استطيع لعب كرة القدم. طبعا كلمة كوت، كلمة كوش دي هو بس الهدف منها ان هي يعني تأكيد بس، ان انا بقول لك والله بص انا بلعب كورة كويس جدا، انا استطيع ان انا العب كورة كويس جدا. تمام. طيب ايوه. برضو احنا ممكن نستخدم الفعل ده اللي هو فعل مثلا كونن ده في المجاملات. يعني انت مثلا عايز تقول مثلا لواحدة انت بتعرفي تطبخي، او انت تستطيعين الطبخ بشكل جيد. خلاص، انت بتعرفي تطبخي كويس. خلاص، فهتقول دو كانست. لو انت جيت قلت دو كانست بس كده وقفت، ما كلامك مش مفهوم. ولكن قال لك بص انت عشان توضح لي بقى الجملة روح حط لي فعل في المصدر، خلاص، يوضح انت اصلا بتتكلم على ايه. روح حط لي فعل في المصدر، خلاص، يوضح لي انت بتتكلم عن ايه. طيب انت عايز تقول حضرتك بتعرف تعوم كويس، خلاص، يبقى هتقول زي كنن جوت شفيمن. خلاص، يبقى انت لو جيت قلت زي كنن بس انا ما فهمتش او هو ما فهمش او ما حدش فهم ايه المقصود. فانت كل اللي انت هتعمله تروح تجيب فعل في المصدر في مين، في اخر الجمله. خلاص كده. طبعا زي ما قلت لك الوصف ده مش هيفرق معاك في حاجه، انا بس اللي يهمني ان انت لو حطيت فعل من الافعال دي خلاص لازم تجيب معاه فعل في المصدر. طيب انا هنا بقول لك يعني انا بحط بقى الفعلين دول ازاي. الفعل الناقص اللي هو زي كونن ده بيجي رقم 2 في الجمله وبيتصرف مع مين، مع الفاعل او حسب الضمير الموجود في الجمله. طب بالنسبه للفعل الثاني ده بيجي في اخر الجمله وبيكون في المصدر. كلمه في المصدر يعني اصل الفعل، يعني اخره ان. خلاص كده. طيب فعل كونن ده الفعل ده ده بيختلف حسب ايه، بيختلف حسب الضمير الموجود في الجمله. خلاص. طب انا هنا هثبت فعلين وانت قيس بقى على الكلام ده. انا هثبت فعل شفيمن، شفيمن اللي هو يسبح، خلاص، وايه، والكخن اللي هو يطبخ. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك انا استطيع السباحه بشكل جيد جدا. انا استطيع السباحه بشكل جيد جدا. فهقول لك ich kann sehr gut schwimmen. انا بعرف اعوم كويس جدا. طب انت عايز تقول هو بيعرف يعوم، هو يستطيع السباحة بشكل جيد جدا، هتقول er kann er kann sehr gut schwimmen. يبقى هو بيستطيع او بيعرف ان هو يعوم بشكل كويس جدا. ممكن برضو تقول gut، خلاص، يعني ممكن تقول er kann gut schwimmen، هو بيعرف يعوم بشكل كويس. طيب هنا du kannst gut، انت ممكن تقول انت بتستطيع الطبخ بشكل ايه، جيد. يبقى هنا du kannst gut kochen، انت بتعرف تطبخ بشكل ايه، بشكل كويس. طبعا الوصف ده اختياري، انت عايز تحطه للتأكيد. تمام ماشي. انت طبعا طب انت لو ما بتعرفش تطبخ فانا هقول لك مثلا دو كانست نيشت كوخن، دو كانست نيشت كوخن، انت ما بتعرفش تطبخ. فزي ما اتفقنا الوصف ده اختياري او انت بتحطه للتأكيد.
طيب انا عندي هنا ايش، ايا واس وزي بياخدوا كان، دو بتاخد كانست، فيا زي بياخدوا كنن، وايا بتاخد ايه كنت. وانت هنا بتحط الوصف اختياري وبتحط ايه الفعل اللي انت اصلا بتتكلم عليه في الاخر. طيب عشان بس اكمل التسجيل، دي شويه افعال خلاص. انت تخيل ان انا سالتك قلت لك was können sie، خلاص ايه الحاجه اللي حضرتك بتستطيع او بتعرف تعملها. خلاص was können sie sehr gut machen، وحط بقى اي صفه تعجبك هنا. خلاص كده، فانت هتقول لي ich kann انا استطيع. خلاص طيب عندنا هنا backen tanzen im Internet surfen، fotografieren, Radfahren, singen, spielen, Musik hören, malen, lesen, kochen, schwimmen, zeichnen. يبقى انت، انا بقول لك ايه الحاجه اللي انت بتعرف تعملها كويس، او ممكن احط هنا نشت، ممكن احط الصفه اللي تعجبك حطها. وكلمه مخن معناها اللي بتعرف تعملها، يبقى انت هتقول لي ايش كان وتكمل، يعني تحط لي بقى اي حاجه من الافعال دي. لو انت مش عايز تحط الافعال دي خلاص سيبك من الافعال دي خالص، حط الفعل اللي انت بتعرف تعمله. طيب تمام كده.